حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ كنت قاعدة عمالة اعيط. تعبت. صعبت عليا نفسي من كتر التعب بقى اللي انا فيه، مش قادرة. الست مش سايباني في حالي المشرفة، عمالة تبعت لي كل شوية وكل شوية تقدم الميعاد. يعني هي بعتت وقالت لي ان هي عايزة تيجي يوم 27 تكون كل حاجة جاهزة تمام. فالمهم قلت لها ايه، طب انا متفقه مع عربيه على انها تيجي تاخد الحاجات يوم 29. عايزه تيجي يوم 27 هيبقى لسه في حاجات، انا بدات ان انا انقل بس لسه في حاجات العربيه تيجي تاخدها يوم 29. قالت لي طب خلاص يناسبك يوم 30. قلت لها تمام قوي، 30 تعالي. مفيش فايده، ابص الاقيها بعتالي برضو انا جايه يوم 27، انا جايه النهارده، انا جايه معرفش ايه. جننتني. عايزه بقى ايه؟ اغسلي لي الحوائط. هي عايزه تاخد فلوس باي طريقه. فانا لو لقيت الحوائط متوسخه هدفعكوا حق دهان، لو لقيت حاجه مكسوره هدفعكوا حق تصليح. بصوا ده البيت من ورا حبايب قلبي تمام، ده البيت كده من ورا ظهر البيت، انا ما باجيش فيه خالص. فطبعا بصوا انا اصلا واخداه مطين، واخده الحيطه دي مطينه. بصوا والله بصوا، كنت قاعده بدعكها وبغسلها، كنت قاعده بدعكها وبغسلها. المكان كبير، وطبعا ده ورا البيت عامل تراب، وهنا بصوا في زرع بيوقع على الارض والكلام ده كله، يعني مكان يعتبر مهجور الواحد ما بيخرجوش. لا حكم عليا بقى ان انا اسلمها الحاجه كلها. بصوا على فكره الوساخه دي، الاضاءه مفتحاها اكتر من الحقيقي، انا واخداها اكتر من كده. انا واخداها ولما خدتها نضفتها، وطبعا لاني ما بخرجش ورا فانا سايبه المكان. قالت لك لا تسلميني المكان نجيب زي الفل، وتعملي وتسوي والكلام ده كله، والحيطان والمعرفش ايه وكده. مش قادره اقول لكم طالع عيني بغسل الحيطان من ورا من هنا. طبعا المكان طويل، واخد كده واخد كده، بس انا عشان نشره ملابس داخليه مش هينفع اجيب. آه الدنيا مليانه، هي كانت سايبه لي كراكيب كتير. بصوا طبعا انتوا ايه، معلش بقى على المنظر ده، لان احنا عمالين بنشيل وبنخرج من هنا لهنا، فرجلنا مطينه الدنيا. بصوا ده الحب بتاعها بحاجاتها اللي هي كانت سايباها، كانت سايبه لي بقى وسايبه لي حاجات اللي في الاخضر وفي الكيس دي حاجتها برضو كانت سايباها. يعني حوالي 50 طبق صيني، كل ده انا كنت شايلاه لها، كنت حاطاه بره، كنت حاطاه في علب وحاطاه بره. دي كانت فوق عندي في غرفة النوم نزلتها تمام. طبعا احنا لسه في حاجات اهي بنشيلها. انتوا شفتوا الطقم ده كان شكله عامل ازاي؟ تمام. البيبان مبهدلة ومكسرة. يعني احنا هنا دوت بنقفل الباب بجي بقفل، بصوا معلقة القفل هنا اهو، بنقفله بقفل لان الازاز ده ما بيتقفلش، يعني اي حد يفتح علينا. اوكي. بصوا بره برضو، قالت لك عايزاه زي الفل وعايزاه نضيف وعايزاه وعايزاه. غسلت الحيطة هنا على قد ما قدرت، غسلتها وغسلت هنا على قد ما قدرت. طبعا هي مديها لي الحاجات دي مطينه، بس هي بتعتمد بقى على ايه؟ بتعتمد على ان انا لما يعني هي مصوره الدنيا، لما كانت مصوراها ما كانتش جايبه على الحوائط. وفي نفس الوقت ان انت لما بتيجي تصور الاضاءه بتاعه الفيديو بتعمل تفتيح، بتعمل يعني انا بصوا مثلا الخط ده كده، الخط ده مطين جدا مسود، ده شرخ، بس هو اغمق ما ظاهر لكم كده. طبعا عايزه بقى الحاجه كلها زي الفل، هي الزرع عايزين ياجروه لحد تاني، فعايزاه تاخده زي الفل علشان تروح مأجره على طول. اللي اعرفه ان لما حد بيسيب بيت لا بيغسل ولا بينظف، بيشيل حاجته وبيروح ماشي، وهم بقى بينظفوا بيجيبوا حد ينظف. لا، هي طبعا مستغليه الظروف ان احنا لوحدنا، وطبعا هي كانت مصوره البيت، مصوره الغرف، وطبعا من جايبه من على بعد. فالتصوير مش جايب ان الحيطان بأسانه وان الحاجات معفنه والحاجات مكسره والكلام ده كله، ومصورها من على بعد، وراحت ممضيانا على ورق ان احنا مستلمين البيت كده، ان احنا مستلمين البيت نجيف، وان الحاجات دي اللي احنا مستلمينها في البيت. فطبعا بالتالي ان هي لو جت تبلغ وتقول لك لا انا مديهم البيت نجيف ويرجعوا له نجيف او الكلام ده كله، فما فيش ما يثبت. هتقول لي ما انت مصوره الفيديوهات، هتقول لهم انا اهي ماضيه ان هي سلمى مستلمه البيت نجيف. فانا مش قادره اقول لكم على التعب اللي انا فيه. تخيلوا بقى حيطان بيت كامل فوق 3 غرف بحمام بالطرقه بتاعتهم بالسلم، بالسلم بمنزل الحيطه بتاعت منزل السلم دي كلها، بتحت الريسبشن كبير، بورا البيت اللي هو هنا كده وكده، بقدام البيت. كل دوت المفروض ان انا بغسل حيطانه،
تخيلوا بغسل حيطانه غير حاجتها طبعا، والفرش بتاعها طلعته وبغسله. كانت سايبه الحفه وكانت سايبه اطباق وكانت سايبه موكيتات وكانت سايبه حاجات كتير، اضطريت ان انا مطلعاها كلها وبغسلها. فتخيلوا كميه التعب اللي انا فيه قد ايه. لسه برضو بعتالي، انا ما اعرفش الفيديو هينزل لكم امتى، احنا النهارده 26، بعد ما اتفقت معاها على يوم 30 بعتالي النهارده وبتقول لي انا جايه لك بكره لما تلمي حاجتك كلها ابقي كلميني عشان اجي اخد المفتاح وتشوفي البيت. قلت لها بس انا متفقه معاكي على يوم 30، لما قلت لك يوم 29 هتيجي العربيه تلم الحاجه وانت قلتي لي طيب خلاص هاجي لك يوم 30. راحت بعتلي وقالت لي وعملت لها سكرين شوت من المحادثه بتاعتها ورحت عاملاها لها بعتها لها. اصل انا مش عايزاكي تتقابلي مع المالك، اصل انا ما اعرفش ايه، انا مش عارفه، هو في سر في الموضوع، في سر في الموضوع. انا مش عايزاكي تتقابلي مع المالك بتاع البيت الجديد، اصل ما اعرفش ايه، وعماله تقول لي حاجات ملهاش لازمه. وفي الاخر بقى راحت قايله انا جايه لك النهارده، في الاخر راحت قايله لي انا جايه لك النهارده. شوفوا بقى وجع القلب، وهي من النوع اللي بتردح. طبعا هي كانت في الاول مش قادره اقول لكم على المقابله اللي هي قابلتها لنا والكلام والرقه والذوق والاسلوب بقى، ومش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي، والهزار والضحك، وتتكلم مع مدثر وايه رايك اشغلك معايا في السمسره والكلام ده كله. حاليا بقى أسوأ أسلوب، وبصوا أقسم بالله بكلمكم وجاي لي إشعار على الشاشة بتبعت لي أسوأ أسلوب وأسوأ معاملة وطريقة كلام زي الزفت. ابني قال لها أنت ما كنتش بتتعاملي معانا كده خالص ولا بتكلمينا بالأسلوب ده لما جينا نسكن. ما ردتش عليه. نظام بقى بهدلة بهدلة بهدلة، اللي هي إيه، زي ما تكون بتعمل لنا كارت إرهاب عشان لما تطلب منا فلوس نديها، علشان لما تطلب منا فلوس نديها. حسبي الله ونعم الوكيل. ده انا مش قادره اجيب كرسي اقعد عليه اروح اديكي مبلغ عشان تدهني بيه حيطان ولا تعملي بيه حاجه وانت مدياني البيت مزبله. ده انا اللي منضفاه على يدكم من اول ما خدته ومن اول ما فرشته ونضفته والكلام ده كله. مجنناني مجنناني. بعتها بتقول لي انا جايه هاجي لك النهارده. بعت قلت لها ابني في الشغل ومش موجود، وانت عارفه ان انا ما بعرفش في اللغه ومش هنعرف نتفاهم مع بعض، خليكي لما ابني يجي. مفيش فايده. مش عارفه اعمل معاها ايه بصراحه، مش عارفه اعمل معاها ايه. وبعدين قلت لها انا واخده البيت، داخله البيت يوم 1 اكتوبر، فلما اجي اسلمه لك برضو المفروض ان انا اسلمه لك يوم 1 او على الاقل يوم 30 او 31 اللي هو نهايه الشهر. لا لا، هي عايزاني اخرج من قبل. هي الظاهر يعني ايه، اجرت البيت لحد تاني، الله اعلى واعلم، اجرت البيت لحد تاني هيستلموا من يوم 1، فهي عايزه تطلعنا من قبل يوم 1 بكتير، على اساس ان هي تشوف البيت بقى لو ناقصه حاجه في حاجه الكلام ده كله، وفي نفس الوقت عايزانا نفرشه ونهيئه ونظبطه والكلام ده. او هي الناس هتيجي تتفرج عليه قبل يوم 1، الله اعلى واعلم. يعني هي في حاجه، هي في حاجه، وهي مصممه على ان هي بقى ايه، يعني احنا لازم نخرج من قبل يوم 30. مصممه ان احنا نخرج قبل يوم 30. طب ما انا ليا ميعاد المفروض ان انا اخرج فيه. لا، ما هو كده كده بقى العقد انتهى وانا مش عامله عقد. يعني تقدر تقول لي اطلعي بره دلوقتي حالا، كويس ان هي ادتني شهر، فهي تقدر تقول لي اطلعي بره دلوقتي حالا. فمش قادره اقول لكم بقى على التعب اللي انا فيه، لدرجه ان انا بعد ما كلمتني عارفين بقى يا جماعه جات لي حاله هستيريا، قعدت اصرخ اصرخ اصرخ، ورحت بقى ايه، يعني بقيت ارمي في الحاجه اللي في ايدي، اصرخ وارمي الحاجه اللي في ايدي. تعبت تعبت. تخيلوا بصوا الحيطه طول ايه يا جماعه، بصوا دي كده جايه كده اطول، يعني دي جايه اطول من كده. استنوا بس عشان ايه، في حاجات انا نشرها ما ينفعش تظهر، بتاعت البنت وبتاعتي. بصوا شايفين الطول ده، الطول الناحية التانية أكبر من الطول ده، وعلى الجنبين حيطان. فلكم أن تتخيلوا إن أنا بغسل كل ده. الحيطان دي أقسم بالله العلي العظيم قعدت دعكتها وغسلتها. بصوا هنا على قد ما أقدر عملت، بس لسه برضو فيه، وده بتاعها هي، ما كانش المفروض إن أنا أعمله، أنا واخداه كده. طبعا هنا عملت، طبعا بره عملت. الحوائط هنا لسه بقى عايزة تتنضف. طبعا اللجوم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ما عملوش حاجة، ما عملوش حاجه خالص خالص. كل اللي عملوه ان هم مسحوا الارض. الدنيا على بعضها زي ما انتم شايفين كده في كل حته، لان احنا بنلم ولسه ما زلنا في البيت، احنا بنلم ولسه ما زلنا في البيت. فانا عليا ان انا اغسل كل ده فوق وتحت، عليا ان انا اغسل كل ده فوق وتحت. حسبي الله ونعم الوكيل. تخيلوا انها جات لي لسه ماشيه، لسه ماشيه اهيت. جت فعلا ودخلت وبصت على البيت
والحاجات دي انا عايزاها تخلص على يوم 29، والبيت يكون نضيف. وحطي لي المفاتيح هنا. بصوا حتى هي راحت حاطه لي المفاتيح التانية. بصوا، حطي لي المفاتيح هنا واتصلي بيا واخرجي امشي وانا هاجي. تخيلوا. وهبص على البيت، ولو في اي حاجه انا هتصل بيكي تاني. والله العظيم مرمطه وبهدله وقله قيمه. الواحد هيقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عارفين يا جماعه، والله اعلى واعلم، والله اعلى واعلم. انا مش حابه ان انا اظلم، بس عندي احساس بكده. هي واضح ان هي كانت مزوده عليا الايجار، تمام، وقايله للمالك مبلغ تاني. لان انا لما قلت لها اديني رقم الحساب بتاعه عشان احول له الفلوس دايركت كل شهر عليه، قالت لي لا حولي عليا وبعدين انا احول عليه. طب احول عليكي وانت تحولي ليه اللفه دي كلها؟ ما انا احول عليه مباشره. قالت لك لا، حولي عليا وانا احول عليه. ف الله اعلى واعلم، ممكن تكون هي قايله له على مبلغ وبتاخد مني مبلغ، والفرق ده بتاخده ليها. فالله، لان هي عارفين بقى يعني ايه. لما قعدت تبعت لي وكده وتقول لي هتيجي واسيب البيت، في الاخر قلت لها طب انا واخده البيت مستلمه يوم 1 في الشهر 1 اكتوبر، فيعني المفروض على الاقل اسلمه يوم 30 ام يوم 31. جات لي بقى جري، وانا جايه اطمن عليكي، انت عامله ايه؟ اصل انا عارفه ان انت تعبانه، جايه ابص على البيت. اصل انا مش عايزاكي تقابلي المالك، هو هيجي يوم 30 يشوف البيت، وانا مش عايزاكي تتقابلي معاه، اصله راجل خبيث، اصله راجل لئيم، انا مش عايزاكي تحتكي بيه. طب هو هيحتك بيا هيعمل ايه؟ هيضربني؟ انا يعتبر مسدده كل اللي عليا، بدفع الايجار مقدم، يعني انا الشهر اللي انا قاعده دوت مدفوع مقدم، ومده البتاعه بتاعتي خلاص خلصت، وانتوا قلتوا لي اطلعي. طب هو هيعمل معايا مشاكل ليه؟ الراجل هيعمل معايا مشاكل ليه اصلا؟ كل حاجه متسدده، البيت عايزينه نضيف واديني بنضفه. فانت عماله تحرجمي ان انا ما قابلش الراجل ليه وما قابلش الملك ليه، ومصره ومصممه. جت بقى مش قادره اقول لكم عماله تعمل لي ازاي، اللي بيها هي هتتجنن وتمشيني، مصره ان انا امشي قبل يوم 30، مصره ان انا امشي قبل يوم، يعني مستقتله في الموضوع، مستقتله في الموضوع. الاول ابتديتها بتهديد، ولما لقيتني قلت لها انا مأجره البيت من يوم 1، يعني على الاقل اسيبه يوم 31. جات لي بقى جري، وانا جايه ابص على البيت وجايه اشوفك عامله ايه. اصل انا عارفه انك تعبانه، اصل انا عارفه انك لوحدك، وقلت احذرك من صاحب البيت، مش عايزاكي تحتكي. وكلام بقى ايه، جرة ناعم، جرة ناعم، وابقي سيبي لي المفاتيح هنا، وابقي ما اعرفش ايه والكلام ده. فهي وراها سر، هي عامله مصيبه. واضح ان هي كمان عملت عقد جديد من نفسها، فاهميني؟ والله اعلى واعلم، برضو انا بقول عشان ما اظلمش حد، بس الله اعلى واعلم ان هي عملت عقد جديد. اللهم صل على النبي، للملك الجديد، وخلته مضى عليه وقالت له ان هي هتمضيني. وطبعا العقد ده فضل معاها، هي لا مضتني ولا قالت لي. ممكن تكون عملت كده بايجار جديد، يعني بمبلغ تاني اقل من اللي انا بدفعه، وقدام المالك مضته وقالت له ان هي هتمضيني او حاجه، وخلت العقد معاها. لان هي كلامها عمال بيختلف، وعماله كل ساعه والتانيه تقول لي حاجه. وانت على فكره انت كان لسه قدامك مده 5 شهور، بس عشان ما اعرفش ايه 5 شهور ايه اللي انا كان لسه قدامي 5 شهور والمده تخلص؟ قلت لها لا، على فكره انا المده بتاعتي خلصت بقالها سنه وشهرين، انا داخله في شهر اكتوبر 23. فهي عماله تقول كلام ملخبط وكلام كتير، تحسوها مهزوزه وتحسوا ان في حاجه. الاول زي ما بقول لكم بدات بعنف، ولما لقيتني عماله بقول لها طب انا واخده الايجار في شهر كذا، طب انا المفروض اطلع في شهر كذا، طب انا ما اعرفش ايه الكلام ده كله، مع ان انا العقد بتاعي خلص، مع ان انا العقد بتاعي خلص وما اتعملش عقد جديد، يعني ممكن تقولي اطلعي في اي وقت. بس حست ان انا بجادل معاها، حست ان انا بجادل معاها. هي ممكن تقول لي اطلعي، فاهمين؟ ممكن تقول لي اطلعي دلوقتي حالا من البيت، انت عقدك انتهى. بس زي ما بقول لكم هي عامله حاجه اللي بيها هي خايفه. فواضح ان هي كاتبه عقد مع صاحب البيت الجديد، وقالت له ان هي هتمضيني، ولا مضتني ولا عملتني. وهي قلقانه بقى ان هي مثلا لو انا ما رضيتش اطلع وبلغت فيا، العقد اللي معاها والورق هيبان ان هي ما مضتنيش عليه، وهتبقى طبعا النصب هيبان قدام صاحب البيت. والله اعلى واعلم، برضو انا شاكه في امرها.